أهلا بحضراتكم ولقاء جديد وعلى المصري يدور. رسالة محبة، رسالة سلام من مصر إلى جميع شعوب العالم. ده معرض فن تشكيلي بيقام في مصر، والحقيقة المعرض ناجح جدا، بيضم كثير من الفنانين التشكيليين من جميع أنحاء العالم. لقائنا النهاردة مع واحد من المشاركين والقائمين على نجاح هذا المعرض، الأستاذ أحمد فتحي. أهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. خلينا في البداية نتكلم عن حضرتك كفنان تشكيلي. إزاي بدأت الفن التشكيلي؟ يعني ليه اختيارك ليه تحديدا؟ مبدئيا انا اسمي احمد فتحي، فنان تشكيلي حاليا. انما طبعا الفن التشكيلي بشكل عام يعني من اكيد بتظهر يعني بداياته عند اي حد يعني فنان تشكيلي منذ الصغر. لازم يكون عنده موهبه. يعني كتير من الفنانين التشكيليين هم اتعلموا بشكل اكاديمي الفن التشكيلي، لكن بدون الموهبه مش هيكون فنان تشكيلي ناجح. فده طبعا من اهم الحاجات اللي اكيد تنبأ ليها الاسره من منذ الصغر، وتحديدا والدي. بترسم؟ حقيقي لاني برسم، فبدأ هو يحاول يفكر معايا وينمي موهبتي ازاي. فكان في صديق، يعني صديق لوالدي فنان برضو، او ابنه تحديدا هو اللي فنان، فعرفني بيه. بدأت اتعلم طبعا من تقريبا وانا عندي 10 12 سنه. طبعا فتره. وعلى فكره انا كمان كنت بدرس موسيقى فتره من الفترات، لكن انا فضلت في الكونسرفتوار بقى ولا لا كانت في كليه التربيه الموسيقيه، وكانت كورسات حره يعني. فبعد كده انا حسيت ان الاقرب لي والاقرب لمعتقداتي، الاقرب لانتماءاتي، الاقرب لفكري شخصيا هو الفن التشكيلي. بحس ان الفن التشكيلي الاكثر رقي. بحس دايما ان الفن التشكيلي هو الاكثر احتراما، المعبر عن كل شيء ممكن نعيش فيه بصمت، بهدوء. حبيته، فبدأت بصراحة أنمي قدراتي في الفن التشكيلي. وبدأت بالفعل في سن مش كبير، يعني بعد ما خلصت تقريبا التعليم الجامعي بدأت أنشئ أو يطلع مني يعني بوادر فنان تشكيلي إن شاء الله يكون محترف. فبدأت أنمي ده وأتعلم على أيدي بعض الفنانين الكبار في بعض الجاليريهات طبعا المعروفة في القاهرة. والحمد لله وصلت لمرحلة جيدة أهلتني مع شخصيتي اللي هم بيقولوا مش انا قياديه الى حد ما، ان انا اقود معرض. يعني ان انا ابدا معرض، الموضوع مش سهل. يعني اللي انا شايفه يعني والناس كلها عارفه ده، ان قياده معرض وتنسيق وتنظيم والتواصل مع الناس على مستوى العالم. في البدايه ما كانتش مستوى العالم. في البدايه كان محلي طبعا، بدات بشكل محلي. والحمد لله من اول معرض عملته كان في نادي الزمالك، في الزمالك يعني. كان معرض قوي جدا وناجح، وحضر فيه كبار الفنانين التشكيليين، وكان لحد دلوقتي الناس بتفتكر المعرض ده بكل خير. حضرتك كنت بتنظمه ومشارك فيه ايضا؟ بنظمه ومشارك، وكل اصدقائي والفنانين الكبار كانوا مشاركين فيه. تنظيم وتنسيق وتواصل وجوائز وكل حاجه كل حاجه. هل اقمت بعض المعارض لرسوماتك ولوحاتك انت فقط؟ معرض شخصي. عندي معرض شخصي واحد حتى الان، لكن انا اهتميت اكتر بالمعارض المعارض الجماعيه. بحب التواصل مع الناس اكتر عن طريق ان انا اعمل لهم معارض واشوف ويبقى في ثقافه متبادله بين الفنانين التشكيليين سواء في مصر او خارج مصر. عند إقامة معرض بتكون ليك فكرة معينة، يعني بتوحد لوحاتك تحت ظل فكرة واحدة ولا بيكون في تنوع؟ بالنسبة للمعرض الشخصي غالبا ما يكون قائم على فكرة واحدة. إنما المعارض الجماعية بتبقى أحيانا أو في معظم الأحيان بتبقى حرة. يعني لازم الفنان يكون عنده حرية الإبداع. ممكن أقيده في فكرة أحيانا لو في مناسبة مثلا. يعني مثلا لو عندنا مثلا ذكرى حرب أكتوبر، ممكن أقول له اعمل لي معرض الفكرة بتدور حول حرب أكتوبر. إنما في العام وفي الغالب بيكون الموضوع بتاع العمل الفني حر، وده أفضل. لأن أنا بعاوز كل حالة بيعيشها الفنان طبعا، لأن كل فنان لازم بيمثل بيئته.
وبيعبر عنها بطريقته. فلما يكون حر اكتر مش مقيد في موضوع معين بيبدع اكتر، وده بيكون احسن طبعا كتير يعني، وانا بستفيد طبعا اكتر يعني. بيبقى في كل فنان بيقدم اكتر من لوحه ولا لوحه واحده؟ ممكن في بعض المعارض لو في فنان مثلا عنده لوحتين متناسقتين مثلا او نفس الموضوع او الفكره، ممكن عادي زي معرضنا الاخير حصل ده، ممكن عادي بيشارك بلوحتين مع بعض في نفس الوقت، مفيش مشكله. استفدت ايه من المعارض، مش بس من خلال المشاركه ولكن من خلال التنظيم؟ اكيد استفدت كتير. انا النهارده بعد عده سنوات انا ليا صداقات تقريبا في كل العالم عن طريق الفن التشكيلي. لغتهم مش لغتي، دينهم مش ديني، مش كلهم طبعا يعني، اختلافات في الدين. فانا شايف ان الفن هو اكبر واهم وسيله، هو زي ما بيسموها القوة الناعمة، هو اكبر واهم وسيله ممكن تجمع الشعوب حتى لو في بينها اختلافات. معرض الفن عن سلام ده شعار سلام معرضنا. العالم، يعني أيوة ما بين الازمه، يعني هل السبب كان عام ولا انتم شايفين انه في مثلا بعض الحروب في بعض الدول، في ازمات بين دول واخرى، يعني هل كان ده الهدف تحديدا ولا بما ان مصر دايما هي ارض السلام؟ عامة أنا ليا صديقة من باكستان، فنانة كبيرة ومعروفة وتعمل في كلية الفنون في جامعة إسلام آباد. هي احنا نعرف بعض من حوالي 3 أو 4 سنين عن طريق الانترنت وعن طريق المعارض الاونلاين. انا عملت معرض بالفعل اونلاين من حوالي سنتين، دي السنه الثالثه، وانا دلوقتي بقالي حوالي 5 سنوات بنعمل معارض سنويه اونلاين، بنتجمع من 120 دوله، بنتواصل عن طريق الانترنت. وبفضل الله حصل ان انا نسقت، كنت رئيس احد الدورات السنه اللي هي الماضيه كان في مصر، وبالفعل الحمد لله قدرت اجمع كل اكتر فعلا من 120 دوله، اعمال فنيه كتير جدا تزيد عن 600 عمل فني تم عرضها بشكل احترافي 3 دي، معرض اكنه 3 دي حقيقي، والناس استمتعت بيه جدا. ثقه الناس بدات تزداد فيا من خلال المعرض ده. بدات الناس تطلب، طب ليه او مش انا طبعا كانت الفكره في ذهني ان احنا نعمله واقعي، يعني واقعي، يعني الناس تيجي ونبقى معرض واقعي. بدات الناس تطلب مني بالفعل، انا عاوز اجي معاك، عاوز اشارك معاك، عاوز، وهكذا. كبرت الموضوع بصراحه، وبدانا بالفعل التنفيذ من حوالي 6 شهور، ننسق وننظم، والموضوع طبعا خد مجهود كبير جدا. ولحد وقتنا هذا في اكتر من 10 فنانين ما قدروش يجوا بسبب الفيزا ان هي ما طلعتش واتاخرت والحاجات دي، فنانين كبار جدا على فكره يعني. بس احنا عملنا اللي علينا، والحمد لله حضر اكتر من 25 فنان من دول مختلفه، تركيا، قبرص، العراق، اليمن، فلسطين، طبعا مصر اكيد في المقدمه، طبعا عده دول مختلفه، والحمد لله. وبلغاريا برضو كان معانا فنانه من بلغاريا. الحمد لله اقمنا معرض هايل، الناس تشهد بده بفضل الله. كمان يعني السفير التركي بصراحه لما سمع عن المعرض لقيته بيتصل بيا، حقيقي يعني بشكره جدا جدا. بنتهز طبعا الفرصه ان انا اشكره على ان هو افتتح معرضنا. بصراحه صمم واصر ان هو يجي طبعا يفتتح معرضنا، وبشكره جدا مره تانية. يعني الحمد لله انا شايف ان توفيق ربنا كان معايا بشكل كبير، يعني مش هقول اكتر من كده. طبعا انا عملت اللي عليا او يمكن اقل، بس توفيق ربنا اللي كان اعظم اعظم واعظم بكتير والله. حضرتك ذكرت لي ان ده مش اول معرض يقام، مش اول معرض، بهذا المعنى، ده خامس معرض. ده خامس معرض. خلال ال4 سنوات دولت عملنا حوالي 5 معارض، منهم المعرض الحالي معرض جمع عده دول في قاعه صلاح طاهر تحديدا، واللي طبعا احنا لسه بنتكلم بصدده دلوقتي وشايفين حضرتك طبعا بسببه. المعرض اللي قبليه على طول كان في وزاره الثقافه العراقيه، كان معرض برضه ناجح جدا، شارك فيه كتير من الفنانين العراقيين، والعراق يعني بصراحه بتتمتع مع تعداد كبير من الفنانين التشكيليين. كمان اصر لما عرف الوزير الثقافه العراقي ان في مصريين مشاركين في المعرض، اصر يفتتح، والحمد لله برضو كان افتتاح رائع جدا السنه اللي فاتت. والسفير المصري بشكره طبعا جدا جدا على استقبالنا وعلى ترحابه بينا، واصر ايضا يشارك وزير الثقافه العراقي الافتتاح. عدد المشاركين في المعرض، وليه تم اختيار مصر السنه دي تحديدا؟ مصر، انا فعلا دايما بنقول مصر ارض السلام. كتير ممكن يسالوا ليه ارض السلام، ما كل اراضينا فيها سلام. لا، مصر مختلفه، امنين احنا نفسنا كشعب مصري، او الناس حتى اللي بتيجي ضيوفنا بيحسوا بالامان. حقيقي الشعب المصري، انا اكتشفت ان الشعب المصري من اهم واعظم الشعوب والله بجد، التي تحتوي كل الامم على فكره، حقيقي تحتويه بقى بكل الاشكال. بس الناس بتيجي مصر، بتحب مصر مش بس عشان اثار وهرم وغيره ومتاحف، لا، الناس بتيجي مصر عشان الشعب المصري. الشعب المصري من اهم واعظم الشعوب والله بجد، التي تحتوي كل الامم على فكره، حقيقي تحتويه بقى بكل الاشكال. بس الناس بتيجي مصر مش بس عشان اثار وهرم وغيره ومتاحف،
بتحب مصر لان فعلا الشعب المصري فريندلي جدا. الشعب المصري ترحابه رائع، ابتسامته دايما على وشه رغم كل الصعوبات طبعا اللي احنا ممكن نمر بيها في اي وقت. دي حاجه من الحاجات اللي حببت الناس ان هم يجوا مصر، علاوه على ان الفن المصري العريق اللي احنا شايفينه في الاهرامات، شايفينه في المتاحف، اكيد الناس عاوزه تشوف ده عن قرب وتلمسه. يعني احدى الصديقات قالت لي لو سمحت انا عاوز المس الهرم. حصل، وبالفعل حاسس ان وقفت. هم اتاثروا بمصر اتأثروا جدا، وحضارتها ايوه، وشعبها. واعظم وقت حسيت ان هم اتأثروا بيه في معرض الحضاره الجديد وهم بيشوفوا المومياوات. 21 ملك موميا، ازاي من 7000 سنه او اقل او يزيد عايشين، او مش يعني يعني محنطين أيوة. بالشكل اللي هم شايفينه ده، وفي اعجاز. تفاصيل. الاهرامات بقوا واقفين قدام الهرم مش مصدقين كيف صنع بشر هذا العملاق، ازاي. وبعدين ما كانش فيه لا تقدم ولا كان فيه كل الادوات والمعدات اللي موجوده دلوقتي معانا. فلا كانوا منبهرين جدا، حتى لما سافروا اكيد مبسوطين جدا باللي شافوه في مصر وسعداء جدا بيه. وطبعا انا بشكرهم طبعا ان هم نورونا شرفونا، أكيد. وثقتهم فيا طبعا دي كانت حاجه أكيد. عظيمه يعني. شايف المستقبل ازاي بالنسبه لك كفنان تشكيلي وبالنسبه للفن التشكيلي عموما؟ الفن التشكيلي مهم انه يعني ينزل ينتشر اكتر، يعني ينزل للمجتمع، للفئات كل الفئات المجتمعيه. رايي الشخصي ده الطريق الوحيد لازدهار الفن التشكيلي. احنا مصر دون منازع هي بلد الفن التشكيلي رقم 1 في العالم. ليه؟ يعني ايه فن تشكيلي؟ ليه؟ يعني مع ان بيكاسو، فان جوخ، الفنانين الكبار العظام مش مصريين؟ لا، ازاي؟ احنا عندنا فن تشكيلي من 7000 سنه. هو الجدران اللي عليها رسومات دي كلها وصلت لنا كل الحضاره دي عن طريق ايه؟ عن طريق الفن التشكيلي. عرفناها ازاي؟ النحت، نحتنا في الجبال، نحتنا في اصعب الخامات او الاحجار الصلبه جدا، اللي طبعا احنا بنشوفها الرخام الاسود وغيره والجرانيت وكثير من التماثيل، ده كله فن تشكيلي. فحضارتنا اصلا حضاره فن تشكيلي، نحت، رسم على الجدران، برديات، رسم، حتى الكتابه ما هي فن تشكيلي. اذا فاحنا اصلا بلد الفن التشكيلي. دلوقتي في المرحله الحاليه لا طبعا مش زي، لا الفن التشكيلي اكيد مش زي، مش عاوز اقول زي زمان يعني، بس مش زي دول تانية. ليه؟ شايف ايه السبب؟ لو حضرتك تفتكري في السبعينات كان كل بيت ممكن يكون فيه لوحه متعلقه على الحيط. دلوقتي مش كتير تلاقي كده، او بدانا نهتم بده. بس لا مش زي زمان. زمان كان كل بيت، حتى في التلفزيون، حتى البيوت البسيطه، البيوت البسيطه اللي هي في الاحياء الشعبيه، كنا لازم نلاقي في كل بيت لوحه متعلقه، لوحه يعني راقيه بشكل راقي، سواء طبيعه او فن تجريدي حتى او غيره. لا دلوقتي ما بقاش. يا ريت نرجع للثقافه دي تاني، يا ريت. عندنا في مصر فنانين كبار جدا وعظام وليهم اعمال عظيمه جدا حقيقي. كل الفنانين التشكيليين اللي معانا النهارده كانوا بيتمنوا يقابلوا الفنانين المصريين، كانوا مستمتعين جدا. انا عملت 3 زيارات ل3 جاليريهات لفنانين مصريين، للجروب كله، للجروب الاجنبي. كل ما بيدخلوا مرسم فنان تشكيلي مصري يعني معاصر حالي، كانوا بيستمتعوا جدا. عملنا للفنان محسن منصور في مدينة نصر، في الجاليري للفنان محسن منصور، عملنا زيارة. هو فنان تشكيلي بيرسم بخامة الزيت والإكريليك وغيره. زرنا كمان الفنان سعد روماني، والفنان سعد روماني على فكرة فنان موزاييك. الفنان سعد روماني فنان موزاييك محترف جدا. هو يعني انا شايف ان هو بيصنف من اهم 3 فنانين في العالم موزاييك، وكانوا سعداء جدا جدا بالزياره دي. كمان زرنا يعني مرسم فنانه صديقه اسمها منال، وبرضه هي فنانه طبعا شابه، لكن هم استمتعوا جدا جدا برضه بفنها وباسلوبها وتكنيكها يعني. فانا شايف ان الفن المصري عظيم، عظيم جدا، لازم جدا نهتم بيه، دايما ننميه.
المواهب الشابة منذ الصغر نهتم بيها في المدارس. مادة الرسم، التربية الفنية اللي احنا نسيناها، اللي احنا ما بقيناش نهتم بيها، مهم جدا ترجع، ويا ريت تضاف للمجموع ارجوكم، يعني ده حاجة مهمة جدا. لو اتضافت المجموع الطفل ده هيهتم بيها اكتر. هنلاقي فنانين بتطلع من منذ الصغر. الاهل هيهتموا بالرسم والفن التشكيلي، وهيكون عندنا زي يعني زي زمان فنانين تشكيليين عظام، يعني عظام. زي طبعا احنا عندنا تاريخ كبير في الفن التشكيلي. اتمنى طبعا ذلك ان شاء الله. بنحاول والله. الاعلام طبعا اهم. رايي الشخصي الاعلام كل بيت بيدخل كل بيت بكل سهوله وبساطه، بضغطة زر ممكن يشوف كل حاجة عن الفن التشكيلي، تاريخ الفن التشكيلي، التثقيف الشباب والأطفال والأهالي، يفهموهم قد إيه الفن التشكيلي مهم لينا، لأن الحضارة بتاعتنا وصلت عن طريق الفن التشكيلي. صحيح. لولا الحضارة بتاعتنا، لولا الفن التشكيلي ما كانتش وصلت لينا الحضارة المصرية القديمة بكل أشكالها، وكمان حتى الحضارة الإسلامية. كل الزخارف الإسلامية اللي في الجوامع والمساجد والمتاحف الإسلامية دي وصلت لنا برضه عن طريق الفن التشكيلي. إذا فالإسلام لا يرفض الفن التشكيلي. لا. ففي بعض الاشخاص يقول لك الاسلام لا يرفض، لا خالص. في بعض التماثيل لبعض العمالقه في التاريخ الاسلامي، ليهم تماثيل موجوده لحد دلوقتي. رفاعة الطهطاوي ما احنا شفناه عن طريق يعني طبعا عن طريق الفن التشكيلي نحت، يعني في تماثيل وفي رسومات. الخط العربي في كل مكان، الزخارف الاسلاميه، ده فن عظيم جدا 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 في مصر، يعني في الوطن العربي بشكل عام. مهم جدا طبعا الفتره اللي جايه نهتم، واتمنى ان شاء الله يعني الفن التشكيلي يتقدم ويزدهر. وانا عن نفسي والشباب اللي زيي او الاكبر مني اكيد بيعملوا اللي عليهم. انا عن نفسي بعمل اللي عليا قدر المستطاع. معرض زي ده في نوع من انواع تبادل الثقافات ما بين الشعوب، ما بين الفنانين التشكيليين من دول مختلفه، وده عظيم. انا استفدت كتير من اللي انا شفته. عملنا ورش رسم كتير متعدده. شفت الفنانين من دول مختلفه بيرسموا ازاي، شفت تكنيكات. يعني في فنانه بترسم رسمت الاهرامات على حجم قد كده وفيها تفاصيل رائعه. في فنانه تانية بترسم بتكنيك مثلا بسيط جدا لكنه رائع مثلا ومختلف، الوان اكريليك او الوان زيتيه، بس حاجه مختلفه. اتعلمت كتير طبعا. فانا يعني سعيد بان انا كنت سبب في اقامه هذا المعرض في مصر، وان شاء الله مش هيكون اخر معرض. إن شاء الله اوعد حضرتك يعني ان شاء الله. وان شاء الله هيكون في معارض تانية كتير، واتمنى حضراتكم طبعا تكونوا معانا دايما ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. الحقيقه انا بضم صوتي لصوت حضرتك انه بالفعل المدارس هي الاساس الاول. يعني كم من فنانين عظماء كان اكتشافهم بدايه في المدارس، من خلال الرسم، من خلال الموسيقى، من خلال غيره. برنامجنا تحديدا يمكن سجلنا مع او عن فنانين تشكيليين كثيرين من عظماء الفن التشكيلي في مصر. بلدنا بالفعل مليانه مواهب. في ختام اللقاء بشكر الاستاذ احمد فتحي الفنان التشكيلي، وكل التوفيق لحضرتك. شكرا لحضرتك. وبشكركم مشاهدينا، والى اللقاء في الحلقه القادمه على المصري دور. عالمصري دور وصور واحكي حكاية شعر. عالمصري دور واسأل مين فينا عاشها بقلب. تلقى الحبايب في ايدك ماشيين معاك في الدرب، قاسمين معاك الابتسامة، صابرين في وقت الكرب. إرادة زي الجبل في الاجتهاد والعمل، على الحياة يقدروا، على الحياة يقدروا.